كاين اللي كيظن بأنه إذا بايع الجماعة غادي يكون ساذج أو نية، وأنا كنقول ليه أن العكس هو الصحيح. اللي ما قبلش الإسلام هو اللي ساذج النية، لأنه كيصدق اش كيتقال في القنوات التلفزية والفصول الدراسية والكتب والجرائد ووسائل التواصل، وكيخليهم يدوخوه بالمهرجانات والتظاهرات الرياضية والمسلسلات والفكاهة، وأي حاجة حطيتي عليها يديك كيكونوا متحكمين فيها بطريقة أو بأخرى. أما المسلم فهو اللي كيستطيع يخرج من هذه المنظومة، وأنه كيلقى طريق من أجل الخلاص من هذا الأخطبوط اللي ما خلى حتى شي مكان في العالم ما وصل ليهش. وهذا بدون شك إنجاز كبير. والله تعالى وصف المسلمين بأنهم أولو الألباب، وصف المنافقين بأنهم السفهاء. فمقابل ثبات الصخور اللي عطاه الله للمؤمنين الأخيار، كاين إنسان كيعرف الحق وكيجي عندك وكتبذل كل ما في وسعك باش تعاونو باش يثبت على الإسلام، وكتعطيه الوقت والجهد. ممكن يستمر هذا الشيء شهور أو أعوام، وفي الأخير ما كيقدرش هذا الشيء وكيترك صف الموحدين وكيجذبوه جيوش إبليس اللعين. ولهذا الإنسان قبل ما يبايع الجماعة يعرف راسو مزيان اش باغي، ويعاهد الله على الوفاء بالعهد طال الزمان ولا قصار. راه هاد الطريق طويل، وطريق الجنة محفوف بالمكاره، أما طرق النار فهي محفوفة بالشهوات. وخاص الإنسان باش يثبت يبقى في تواصل دائم مع الجماعة بالأخذ والرد، ويسول على أي حاجة ولدت عنده شكوك أو ما فهماش مزيان، ماشي يتسرع وفي أول شبهة تعرض ليه يهز بقاجو ويزيد. الناس اللي كانوا مع الجماعة واستزلهم الشيطان لسبب أو بآخر كنأمل غادي يوعوا بعظم الذنب وحجم الخطأ اللي وقعوا فيه، وغادي يأسوا عزيمة جديدة كافية باش ينضموا للجماعة من جديد، ويوقفوا بقوة وصلابة في وجه جحافل الباطل بمختلف أصنافهم وشوههم وضلالاتهم. أما الناس اللي عاد ناويين يدخلوا الإسلام ويبايعوا جماعة المسلمين، فإحنا ما غاديش نقصروا معاهم بالمرة، غير خاص الواحد يعتمد كتر شوية على راسه، ويسأل ويبحث ويتعلم ويعمل، ويدعي الله باش يوفقه ويثبته. الحمد لله كاينة قناة ديال الجماعة، كاينين الأشرطة، كاين الرسائل المكتوبة، وأيضا كاين المجيب الآلي اللي عملت بنفسي على برمجة الأجوبة اللي فيه باش يسهل التواصل بيناتنا، وباش نستطيعوا الربح والوقت والجهد اللي حنا محتاجين ليه في مشاريع دعوية مستقبلية إن شاء الله. والسلام عليكم.